يا عم ولا بقى انا اسرع لو انت كنت انا ما خدتش بالي. مش عاوزه ده يا حزني، دي مصيبه زرقاء. مالناش دعوه من كشر التردد دلوقتي، احنا عذاب لما تقدر اموت. خلاص يا معلم سامبو، ربنا يستر بقى. امي الله يكون انت هتقضي فين؟ انت خدتش ابويا ليه؟ كده كان معانا ماتوا. ده في رجاله من بتوع اللي ماتوا يا ولا يا بنت المرة. احنا خدنا ابوه معاه. ماشي يا ام كشري والله. انت مين يا ست ومأجراهم يخطفونا ليه؟ ابو عمر ابو عمر، يا نهار ازرق، انت اللي خطفانه ام كشري بتخطفينا ليه يا ام كشري؟ اعمل ايه يا راجل؟ كنت عاوز اشوفك، اضطريت اعمل كده علشان اشوفك. قومي تأجري عصابه يا ام كشري تخلينا يخطفونا الواد يا ام كشري يضربوا علينا نار، انا كنت هموت يا ام كشري. قومي تأجري عصابه يا ام كشري تخلينا يخطفونا الواد يا ام كشري يضربوا علينا نار، انا كنت هموت يا ام كشري. معلش يا ابو عمر، المهم ان انت جيت لي. تعالى يا راجل. تعالى يا ابويا، طلعت بقى ام كشري هي اللي خطفانه. اخلص ياض وهتقول لامك حاجه الله يخرب بيت امك يا ام كشري هتمشينا الوقت. انا حبيبي بتاعت ام كشري اللي خطفانه، تلاقي انت كمان كنت متابع معاها حبيبي. مشينا يا ام كشري وانا باجي لك في الدره، ما ينفعش الجو اللي انت عامله ده، اسلحه وضرب نار، ايه يا ست الجو ده؟ شفت عملت ايه عشان اشوفك؟ اجرت عصابه واديتها دم قلبي. والله انا خلي امي تموتك يا رجاله. ماشي واحد لسه خد منك حاجه، جبنا لك الراجل قلت لك لسه عشان نمشي. انت مأجر عصابه يا ام كشري عشان تخطفني؟ ليه كل ده؟ كنت رنيت عليا يجي لك يا ام كشري. ما انت غيرت رقمك يا راجل. انت قاعد بتستعمل معايا حبيبي وطلعت انا خطفك، خلي العصابه تموتك وتقول عليك نار. يا نهار ازرق، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ دي الوليه تحت. يا لهوي، مين اللي تحت يا ابو عمر؟ الوليه مرات، انا قلت لها خليك تحت، ما كنتش عايز اسيب راجل واحد، سبتها تحت عشان اجيب الواد واروح. يا نهار ازرق. تعالى يا امي. ام كشري هات الفلوس بقى يا ام كشري. استنى يا معلم سامبو، انزلوا اقتلوا الوليه دي وهاتوا اللي انتوا عايزين. انتوا يا ام كشري انت اتجننتوا ولا ايه؟ استنى يا ابو عمر، يقتلوها احسن تطلع تقتلنا يا راجل. يا نهار ازرق. ماشي يا ام كشري ماشي، والله انا خلي امي تقتلك. كشري مش هات لحد تاني، انا عايز فلوس. ام كشري سيبيني امشي انا الواد يا ام كشري واصطرفي مع العصابه بتاعتك وانا هاجي لك البيت. وبتصرف ايه كل ده؟ انا مش قالوا ان هم هيدوه اول ما يروح لهم. لا يا ابو عمر والنبي ما تمشي. لا عايز انا خلي امي تموتك. ست اخد واد ابن الزنانه اسكت رياضه، هاخدك ونمشي الوقت اهو. اخد واد ابن الزنانه ده وبعدين خلاص هبقى لك انا البيت، اتصرف مع العصابه بتاعتك دي وانا باجي لك البيت. يا راجل يا ابني انت ما اتاخرت فوق كده ليه؟ لا انا مش هقدر استحمل، مش هقعد كتير. طب حاسب انت العصابه يا ابو عمر، والله ما معايا فلوس. يا نهار ازرق، طب مأجراهم ليه؟ الله يخرب بيت امي. لا خلاص هاتوا انا ورجالة تحت الاثنين. اه يا عم سيبوني يا عم الحاج، ده ابويا يا عم الحاج بيقول لي اصلا هي كانت عايزه تخطب عشان تروح الخرابه. يا عم انت اهو سيبوني يا عم الحاج، الولاد بتوع روح مع ابويا الخرابه. والله طلعت الولاد من اجرتكم دي اصلا ام كشري اجرتنا. ابويا كان عايز يسيبني. ماليش دعوه يا معلم سامبو، قلت لها انا ماليش دعوه. ابو عمر بتبيعني يا ابو عمر. مني يعني ما بيقول لك فيها قتل والولايه قاعده تحت وانا عايز اخد واد وامشي. انا لازم اطلع، ما ينفعش كده. لا لازم اطلع اشوف ابني. شوف الراجل ده اتاخرت ليه يكونوا قتلوا ولاد الكلب اللي فوق ده. معلم سامبو خد الرجاله وامشي وانا هبقى اجي لك البيت واديك الفلوس. ابويا خليهم يسيبوني يا ابويا، ولا لا العين يا امي. يا دي عمر يا امي. بس يا انا جايه لك اهو يا حبيبي. يا راجل يا ابن الكشف ما جبتش ابنك ليه؟ يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، الولايه طالعه ام كشري. يا امي الحين يا امي ام كشري طلعت هي اللي خطفانه. يا حبيبي احسبها ايه الولاد ولا طلعت خطفانه. مين؟ يا لهوي اضرب عليها نار يا معلم سامبو. يا رب انا ميه، يلا يا رجاله. اه كده يا حبيبي اكلم الراجل بتاعته. يلا يا رجاله امشوا من هنا. بس مش يا معلم سامبو. يا امي الحين يا امي. معلم سامبو والنبي خدني معاك. والله انا مش هربط بالله. يا لهوي يا ابو عمر هنعمل ايه؟ طلعت هي اللي خطفانه. طلعت ام كشري اللي كانت خطفانه، انا كانت عصابه عشان تخطفنا عشان تاخد ابويا وتروح الخرابه. انت اللي عامله كل ده يا بنت الكلب يا واطيه. اه طلعت هي اللي كانت خطفانه وكانت عايزه اصلا تخطف ابويا، كانت عايزه تخطفني، كانت عايزه تخطف ابويا عشان اخدها واروح الخرابه. قضيت عصابه. يا لهوي يا معلم سامبو. يا نهار ازرق. ابو عمر والنبي ما تخليها تيجي جنبي. مش تيجي جنبك ازاي يا ام كشري؟ ايه اللي انت عملت ده؟ راح اتأجر عصابه وضرب نار واسلحه عشان تشوفيني، ما كنت كلمتيني. طب وانا اعمل ايه؟ كنت عاوز اشوفك ان جد منها يا راجل. انا هعمل كده اهو. عامل لي فيها ايه يا ابن الجزمه؟ اه بابا كان عارف. انت كنت عارف؟ ماليش دعوه، انا بريء، انا بريء والله العظيم ثلاثه، ماليها دعوه، هي اللي كانت خطفانه. انا هطلع عيني اللي جابك الدواء. يخرب بيت امك يا ابو عمر. قول لي يا
بنت الكلب. اجري وراها وما تسيبهاش. انت اللي مسلط العصابه ده علينا تخطفنا يا وليه علشانك والمصحف مقاسيم. ما تسيبهاش يا امي الوليه علشان دي اللي معكرنا عصابه وما اسمعها مسرحه. الله يرحمك يا ام هاتيها ما تسيبهاش. ايوه خش عليها ثياب البنيان. يخرب بيتك يا ام كشري رايح اتفجر الصبح يا ام كشري. ايوه كده اديها. تاني يا ام عمر انا كنت جاي وكذبت. يلا يا بنت الكدابه انت كنت عايزه تنجزيها ما انت كنت مأجر العصابه. الكذب ولا انت اللي خطفاه؟ صدقيني انا كنت جاي انقذه لما عرفت ان هو مخطوف. اديها يا امي. يا بنت الكذاب احسن. يا لهوي قومي يا امي. قومي ما تسيبهاش هتجري وراها. اجري وراها دي ما تسيبهاش. ما تسيبهاش يا امي هديها. اقف عندك يا بتاعت الخرابه. اجري وراها يا امي هديها. يا لهوي ده زعلت امي كانت هتموتها. سيب امي الحلقه كوره. يا بنت العطارة سيب امي يا بنت الحلقه. يا لهوي اجري بقى مش هتموت امي. اول حاجه امي بتتعب. خلاص راحت عليك يا امي. يا لهوي كده امي خش عليها. يا لهوي امي عملت كسر طيب بسرعه. يا لهوي امي اجري وراها بسرعه هديها. هذا ماشي. اقف عندك يا ام كشري حرقه كوره. اقف عندك يا حرقه كوره. ولا ابعد عني عشان اموتك. موت مين والله ما هسيبك بعد تضرب امي. تعالى انت كمان. يا لهوي ايش يا ابن الموقوفه. اي وشي بتكتب بتقولي على حرقه كوره والله ما هسيبك. انت الموقوفه ما عملتهاش ليه؟ يا باشا انا بنت بالبنيه. انت جاي عندك يا بنت زي ما طبيعتك بقى كانت ماسكاكي عمال تضرب فيك يا اختي الشطه على قلبي. والله العظيم ما هسيبك يا بنت الكلب. اجري وراها يا اختي هديها. والله العظيم يا ابو عمر انت لو ما بعدتي عني هقفلك هنا. فريقة والمصحف معزز. تعالي يا بنت الكلب. تعالي بقى. ترى يا امي ما بتضربك كده ليه يا امي بقاش فيك نفخه. هو الحق ابويا دخلت رجل امي فوق دماغها ده. والله العظيم ما هسيبك. هو ابويا كده الحق امي يا ابويا. اجري ورايا يا عمر. اقف عندك يا ام كشري حرقه كوره. اجري ورايا يا ابن الكلب ما تسيبهاش. اقف عندك يا حرقه والله ما هسيبك. اقف يا حرقه كوره. ازاي انت عمر؟ يا امي. يا امي وراها ده ضربتني. يا بنت الكلب يا بنت الكلب اليوم دي جايبه عقلي. يا لهوي يا امي انت بقيت عامله كده يا امي انت بقيتي خيخه كده ليه؟ انا يا ابن الكلب اجري ورايا. يا ماما ضربتني يا امي. انا عايزه اعرف وقع يا ابن الكلب. خلص تتقطع يا امي انت بقيتي خايفه منها. اجري ورايا يا ابن الكلب. ماشي وري مالك. اقف يا ام كشري يا حاله. اقف عندك يا بنت الكلب. لا يخرب بيتك يا ابو عمر انت ام عمر. بقى كده يا زفت ما انا ادالك وما تلحقنيش. تعالي نجري تعالي نجري الله ينور عليك يا ام كشري. والله انا عايز اقوم عشان خاطرك يا راجل. ما تقولهاش ايه انت قتلتيها بالظبط. نجري اقف يا ابن الكلب انت وهلا. اجري يا ام كشري اجري يا ام كشري بسرعه. والله انا اسف. يا لهوي ده ام كشري خلى بقى وجري. اجري يا ام كشري اجري يا ام كشري. سيبها بقى يا ام كشري يا حاله. اقف يا راجل يا عيني. ده اللي وراها ماما هديهم. اجري يا ام كشري يا لهوي اجري يا ام كشري. اقف يا راجل انت. اجري يا ام كشري. يا ولد الكلب وربنا لا يعذبكم. اجري يا ام كشري. يا لهوي. اجري يا ام كشري. سيبها بقى يا ام كشري يا حاله. لا انا هسيبك يا ابن الكلب انت وهي. اجري يا ام كشري. اجري يا ام كشري. مش هسيبكم. اجري يا ام كشري. يخرب بيت امك يا ام كشري خدت بقى وعرفتي. والله ما هسيبك. اقف يا ابن الكلب راح انت وهي فين؟ اجري يا ام كشري. انا ما تسوامش يا امي.
حبايب قلب واخواتي، يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جماعه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس، ويا ريت يا جماعه توصلوا الفيديو ده ل 15000 لايك. طبعا ده كان اخر جزء في الفيديو بتاع العصابه، وان شاء الله لو حابين اعمل فيديوهات من النوع ده تاني يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتوصلوا الفيديو ل 15000 لايك عشان اعرف ان انتوا عايزين، يعني عشان تشجعوني ان انا اعمل حاجات زي كده تاني. دي الحاجه التانيه يا جماعه، انا سايب لكم كومنت في اول، سايب لكم قصدي لينك في اول كومنت مثبت. هتلاقوا لينك في اول كومنت مثبت. اللينك ده فيه تطبيق انذار السرقه. اللي هو انذار السرقه يعني مثلا التطبيق ده لما تنزله على تليفونك وتحدثه في حاجه اسمها في حاجه فيه اسمها انذار السرقه، اللي هو لو اي حد جه يلمس تليفونك غيرك يعمل انذار، يعمل يعني سرينه عاليه جدا، بحيث ان انت تقدر تحافظ على تليفونك لو اتسرق منك ولا اي حاجه. تقدروا تنزلوا دلوقتي حالا على اول كومنت مثبت وتدوسوا على اللينك اللي فيه وتحملوا التطبيق ده. تطبيق جميل جدا بصراحه يا جماعه، هيحرص على تليفونكم، ولو اي حد تاني لمس التليفون بتاعك يعمل سرينه عاليه جدا. بصراحه التطبيق ده جميل جدا يا جماعه. هتلاقوه تحت في اول كومنت مثبت، وهتلاقوه في صندوق الوصف. كل يروح يحمل التطبيق ده وهتطوعوا لي. سلام.